السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل صينية كده بطاطس بالجنحان بتاعت الفراخ اللي انا كنت منضفاها النهاردة كمان. ده تكملة الفيديو يا حبايب قلبي بتاع امبارح. انا معايا كده حلة فيها جنحان والرجلين الحواجي يعني، غسلتهم غسلة كويسة، وبعد ما نقعتهم بالملح والليمون والدقيق، وكمان حطيت عليهم شوية خل كمان عشان يشيل ريحة الزفارة، وغسلتهم كويس وصفيتهم. بعدين جبتهم اهو، وجبت كده صينية هحط فيها كده البطاطس كمان من فيها من تحت، وارصهم كويس. وبعد كده هجيب الحوايج بتاعتنا وارصها فيها كده واظبطها فيها. وكمان انا كان معايا كده الرجل كان عليها قشرة من الليمون يا حبايب قلبي، بس انا هشتريها واغسلها كمان. وهرص كده الحوايج دي معانا في قلب الصينية من تحت. وانا معايا كده طبق تاني فيه طماطم وفي بصل وفي فلفل وفي فصين توم. انا قطعتهم كلهم قطع علشان هفرمهم في قلب الخلاط. انا كده بظبط اهوت الحاجات اللي معايا يا حبايبي، وارصهم كلهم في قلب الصينية كويس علشان يكون من فوق كلها متساوية تساوي واحد يعني. وهروح دلوقتي للطماطم، انا حطها في قلب الخلاطة اهيت، وهفرمها فرمة كويسة، وهحط كمان عليها الزيت يا حبايبي. هفرمها وهخليها ناعم، مش هخليها خشنة. ما تنسوش لنا اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم يا حبايبي كل جديد فضلا وليس امرا. انا بفرم دلوقتي الطماطم في قلب الخلاط. انا هعمل الشفشق الاولاني وهاخده احطه على الحوايج بتاعتنا في قلب الصينية، وهعمل كمان واحد وهحطه كمان عليه علشان يبقى معايا الطماطم كتير عليها وكده. انا عملت الاولاني اهو، هفضيه كويس عليها، وبعدين هروح اعمل كمان التاني واجيبه كمان افضيه. ده التاني يا حبايبي. هسوي كل الطماطم والخلطة بتاعتنا في قلب الصينية كده كويس، ولازم اغطي كل الحاجات اللي في قلب الصينية كويس. وهجيب البهارات بتاعتنا، معايا 7 بهارات، ومعايا بابريكا، ومعايا مرق الدجاج، ومعايا حبهان، ومعايا فلفل اسمر وكمون وورق اللورو. هحطهم كده في قلب ادوبهم كويس في قلب الطماطم كده عشان يديها طعم ونكهة حلوة. انا حبيت ان انا احطها على وش الصينية من فوق علشان يديها شكل كويس. وهجيب كده معايا الرز اهو يا حبايبي، هغسله واحطه كده على النار، واحط كمان الملح بتاعه كده. انا غسله كويسه وظبطت الميه بتاعته وحطيت الملح. هغطي عليه واسيبه بقى يستوي على النار. عما يغلي اهدي عليه. وعلى الصينيه دي هحطها كده في الفرن اخدها. انا ولعت الفرن بتاعنا من فوق ومن تحت. كنت معليه عما الفرن اتقدح كويس. حطيت فيها الصينيه، وهديت من الجناب عشان الوش يعملش ما طلعتش مننا. وجبت طاسة فيها زيت وعمل الرز غلي، وهديت عليه وتردد شوية. حطيت الزيت على وش الرز، وهقلب كويس كده الرز كله. اللي فوق اللي تحت انا هطلعه فوق، واللي فوق كمان هقلبهم كلهم كويس. انا عملت كده معاكم اللي فوق بس انا بعد ما وقفت الفيديو مسكت الرز كله قلبته كله ببعضه كويس تمام كده. انا حبيت بس اوريكم انا بعمل فيه. انا هقلب كل الرز بتاعنا كده. قلبت الرز كويس، وهنروح نشوف الفراخ بتاعتنا الحوايج بتاعتنا.
غلت شوية اهي يا حبايبي. هديها عليها من فوق، انت هتسيبها بقى ما تستوي كلها مع بعض، واجيبها اطلعها كده وراك. شوفوا ما شاء الله بعد ما استوت كده. الفيديو بتاعنا حلو وبسيط يا حبايبي. اشوفكم بقى على خير، مع الف سلامة.